أشرف جلالة الملك محمد السادس اليوم بالدار البيضاء على تدشين وزيارة عدد من المشاريع الكبرى المندرجة في إطار إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء والرامية إلى تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي للعاصمة الاقتصادية للمملكة. وهكذا دشن جلالة الملك ميناء الصيد الجديد بكلفة تقدر بمليار و200 مليون درهم، والذي من شأنه المساهمة في تحسين سلامة وظروف عيش وعمل صيادي المدينة وتوفير بيئة أفضل لتسويق وتثمين المنتجات البحرية وتنظيم قطاع الصيد الساحلي والتقليدي، وأيضا تطوير الأنشطة ذات الصلة. وتم تجهيز هذا الميناء المصمم لاستيعاب أزيد من 260 قارب للصيد التقليدي ونحو 100 سفينة للصيد الساحلي ببنية تحتية مندمجة لاستقبال وتسويق منتجات الصيد البحري، لا سيما سوق للسمك من الجيل الجديد بالقرب من أماكن التفريغ، ووحدة لتدبير الصناديق البلاستيكية الموحدة، وثلاث مصانع للثلج، ومحلات لمالكي السفن وبائعي السمك بالجملة وأصحاب قوارب الصيد، ودار للبحار. إثر ذلك زار جلالة الملك الورش الجديد لإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء الذي يروم إعادة هيكلة وتطوير قطاع بناء وإصلاح السفن بالمغرب، وأيضا جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع والاستجابة للطلب الوطني في هذا المجال، إلى جانب جزء من الطلب الخارجي، وأيضا تعزيز مكانة المغرب في السوق العالمية.